أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. قمة الفرنكوفونية، حلقة أخرى في مسلسل الأزمة والجمود التونسي المغربي. استثمارات تركية كبرى تتدفق على المغرب. خبير يفكك خيوط الصفقة السياسية بين تبون وماكرون لمنع احتجاجات الجزائريين بفرنسا. مشروع خط أنبوب الغاز المغرب نيجيريا بعيون ميد أورن. ونبدأ نشرتنا قمة الفرنكوفونية، حلقة أخرى في مسلسل الأزمة والجمود التونسي المغربي. تواصل الأزمة المغربية التونسية جر العلاقات الثنائية إلى مزيد من البرود الناجم عن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، ما أثر على مشاركة المغرب في القمة 43 للفرنكوفونية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في تونس. وفضلت المملكة أن شاركت في القمة التي ترأسها الرئيس التونسي قيس سعيد، ويحضرها زعماء عدة دول فرانكفونية أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بتمثيلية منخفضة جدا على الرغم من أن الأمر يتعلق بأول مشاركة لوفد مغربي في تونس منذ شهر غشت الماضي، في حين يستمر سفير المملكة حسن الطارق في التواجد بالرباط. تفادى المغرب المشاركة برئيس الحكومة عزيز أخنوش أو حتى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والذي كانت تونس تتوقع مشاركته في ظل الغياب المؤكد للملك محمد السادس، لكن ملامح أزمة استقبال سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية اتضح استمرارها بجلاء، وهي التي دفعت المملكة إلى إعلان استدعاء سفيرها من تونس، وردت الأخيرة على ذلك باستدعاء سفيرها من الرباط. ووصلت العلاقة بين العاصمتين المغاربيتين لدرجة تقارب القطيعة. وعكس باقي الدول الأعضاء في المنظمة التي شارك رؤساؤها أو رؤساء وزرائها مثل المغرب في أعمال القمة. هذه القمة وفد تترأسه نادية الحنوطي مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والممثلة الشخصية لرئيس الحكومة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك في أول زيارة لمسؤول رسمي مغربي إلى تونس منذ أن دخلت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب منعطفا جديدا بعد انسحاب الرباط من ورشة تستضيفها تونس، احتجاجا على مشاركة وفد من جبهة البوليساريو نهاية شتنبر. وكان قيس سعيد قد استدعى زعيم البوليساريو إلى القمة الإفريقية اليابانية تيكاد 8 على الرغم من رفض طوكيو لذلك، ثم استقبله شخصيا في مطار قرطاج لتقرر الرباط استدعاء سفيرها وعدم المشاركة في القمة. كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه أن الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية. وفي موضوع آخر، استثمارات تركية كبرى تتدفق على المغرب. قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور إن علاقات المغرب التجارية مع تركيا تشهد تحولا كبيرا، مضيفا أنه كان هناك نقاش كبير مع تركيا حول المبادلات التجارية وتحققت أشياء إيجابية كثيرة. حديث مزور جاء خلال كلمة له خلال مناقشة مشروع موازنة 2023 في مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان في العاصمة الرباط، قائلا اليوم نرى تحولا كبيرا في العلاقات التجارية مع تركيا. العجز التجاري لا زال كبيرا بين البلدين، لكن المغرب يجلب استثمارات كبيرة من تركيا. وأضاف الأتراك أصبحوا يستثمرون بقوة في قطاع الصناعة ببلدنا لوحدهم أو بالشراكة مع المستثمرين المغاربة، موضحا أن الأتراك يستثمرون في عدة قطاعات بالمغرب منها النسيج والصناعات الغذائية وقطاع السيارات. التحول الكبير كما وصفه مزور يأتي في سياق اتفاق التبادل الحر بين تركيا والمغرب إلى سنة 2004 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006 برغبة أبداها الطرفان من أجل تعزيز خلق تكامل تجاري وتوسيع وتنويع تعاونهما الاقتصادي على أساس المساواة الكاملة والمنفعة المشتركة.
هذا ومنذ دخول اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية حيز التنفيذ، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية، حيث كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع حجم ذلك التبادل التجاري ب 30.6% خلال 12 عاماً، منتقلاً من 688 مليون دولار في 2006 إلى 2.8 مليار دولار خلال 2018. وفي 2019 بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو تركيا 827 مليون دولار، أبرزها الفوسفات ومشتقاته بنسبة 38.5%، والسيارات بنسبة 18.4%، والأعلاف بنسبة 12.4%. فيما صدرت تركيا نحو المغرب برسم السنة ذاتها ما بلغت قيمته 2.46 مليار دولار، أي ما يعادل ارتفاعاً سنوياً طوال 24 عاماً بمعدل سنوي 15.1%. وأبرز الصادرات التركية نحو المغرب هي النسيج والسيارات والحديد. هذا وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 28 مليون دولار في 2018 مقابل 14 مليون دولار في 2017 و62 مليون دولار في 2016. ويعمل بالمغرب 160 شركة تركية في عديد من المجالات، في مقدمتها البناء والتشييد والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8000 مغربي. وفي موضوع آخر، خبير يفكك خيوط الصفقة السياسية بين تبون وماكرون لمنع احتجاجات الجزائريين بفرنسا، أقدمت السلطات الفرنسية على منع العشرات من النشطاء الحقوقيين الجزائريين بفرنسا من تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة باريس للتنديد بالانتهاكات الجسيمة ضد الحقوقيين والصحفيين ونشطاء الحراك الشعبي بالجزائر الذين تجاوز عدد المعتقلين منهم في زنازن النظام العسكري الجزائري 350 معتقلاً، منهم من فارق الحياة تحت التعذيب في سابقة من نوعها منذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري في فبراير 2019. وتعليقاً على تغيير فرنسا موقفها من احتجاجات الجالية الجزائرية بباريس ضد النظام القائم في بلادها، قال الباحث في القضايا الدولية والاستراتيجية أحمد نور الدين إن المضايقات التي شرعت فيها فرنسا مؤخراً ضد النشطاء الجزائريين يرجح أن تكون نتيجة لصفقة سياسية واقتصادية بين الحكومة الفرنسية والنظام الجزائري تم إبرامها خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر أواخر غشت الماضي، وتلتها زيارة نصف أعضاء حكومته تقودهم الوزيرة الأولى إليزابيث بورن أسبوعين بعد ذلك. وأوضح نور الدين في تصريح لام آشكين أنه خلال الزيارة المشار إليها تم التوقيع على عقود تجارية وصفقات لاستغلال حقول النفط والغاز الجزائرية تمتد إلى العام 2040، متسائلا هل باعت فرنسا مبادئ باريس لحقوق الإنسان مقابل الغاز الجزائري لتفادي شتاء روسي بارد، مستدركا هذا ما ستظهره الأسابيع والشهور القادمة. وكانت الشرطة الفرنسية قد أقدمت على تطويق الوقفة التي حضرها العشرات من المواطنين الجزائريين المقيمين بباريس بهدف الاحتجاج ضد نظام بلادهم ومنعتهم من التعبير عن سخطهم من طبيعة تدبير نظام شنقريح وتبون للجزائر وخيراتها الطاقية. ووصف المحتجون النظامين الفرنسي والجزائري السفاح بوفوار الساسن، فيما حاول البعض الآخر من المحتجين ترديد أغنية جماهير الرجاء التي انتشرت بشكل كبير بين الدول العربية تحت عنوان في بلادي ظلموني. وفي موضوع آخر، مشروع خط أنبوب الغاز المغرب نيجيريا بعيون ميدن أور، أكدت المؤسسة الإيطالية ميد أور أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الضخم يعتبر بنية استراتيجية ستخدم إفريقيا وأوروبا على حد سواء.
وأوضحت المؤسسة الإيطالية في مقال نشرته على صفحتها الرسمية أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يبلغ طوله 6000 كيلومتر سيمر عبر 13 دولة إفريقية وسيزود بلدانا غير ساحلية من قبيل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز، كما سيدخل 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الشبكة الأوروبية العابرة للقارات عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي. وأضافت ميد أور أن المغرب يجدد من خلال هذا المشروع تأكيد التزامه بدبلوماسية الطاقة. وبعد أن سلطت المؤسسة الضوء على دور المملكة بصفتها فاعلاً نشطاً شريكاً متميزاً للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في مجال الطاقات المتجددة، سجلت أن المغرب كان أول بلد يبرم شراكة خضراء مع الاتحاد الأوروبي تطمح إلى تعزيز التعاون في مكافحة تغير المناخ من خلال تسهيل خطط مشتركة للانتقال الطاقي. وأوضحت أن الاتفاقية التي وقع عليها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المكلف بالاتفاق الأخضر فرانس تيميرمانز تروم إقامة شراكة خضراء بين الطرفين في مجالات مكافحة تغير المناخ والانتقال الطاقي وحماية البيئة وتعزيز الاقتصادين الأخضر والأزرق. وسجلت المؤسسة الإيطالية أن هذه الشراكة الخضراء الاستراتيجية بطبيعتها والمنطوية على فرص حقيقية للتعاون السياسي والاقتصادي والتقني والتكنولوجي ستجعل مكافحة تغير المناخ وتعزيز التحول في مجال الطاقة والنهوض به وحماية البيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل من بين أولويات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ووصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.